اخواتي بس بدي انصحكم نصيحه صغيره وبتمنى تنتبهوا لها. إيه؟ من بعد ما طلع بيان المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا اللي طلع فيه الاستاذ كنان وقاف، الله يعطيه الف عافيه، هو وجميع الاعضاء الشغالين الحزب السياسي اللي تشكل امبارح. طبعا الحزب هذا اللي ما خيب لنا امالنا، كنا ناطرين لنشوف هالبيان هذا، ما خيب لنا امالنا ولا ظلمنا وطبعا يعني مثل ما حكينا من قبل، المجلس الاسلامي العلوي يعني المجلس الديني ما خصوا ابدا بالمجلس السياسي، بس كلياتهم نفس القضيه، يعني تحت سقف قضيه وحده اللي هي انه نرتاح من هالدوله الدواعش هذه، ان كان فيدراليه ان كان اي شيء، بس المهم انه نرتاح منه. بس بدكم تنتبهوا لشغله صغيره. ايه هلا في حسابات هلا مجهزه، هلا هن مجهزينها الاف الحسابات، حسابات بتحكي باسم العلويين، انتبهوا له، من جماعه السلم الاهلي او جماعه غيره وغيراته، حسابات بتحكي باسم العلويين. فهدول الحسابات هدول لا تخلون ياثروا عليكم، هلا رح يصيروا يفوتوا، هلا من هلا بلشوا ينشروا بدايه غير موفقه، هذا الحزب لا يمثلني كعلوي، هذا انتبهوا لهم. ايه عم يعملوا حساب بيحكي باسم العلويين وانه هذا الحزب ما بيمثلهم، وطبعا كذاب، ما في علوي شريف على الارض وهالمجلس هذا واللي طالب فيه الا بيمثله، لانه اكيد الباقي اللي ما بيمثلوا هالمجلس هذا معناته انه هو حاطط ايده بايد الارهابيين اللي قتلوا اهله نفسهم. بس انا حبيت نبهكم من هالشغله، رح تشوفوا هيك كتير حسابات وهيك كتير اراء، خلص يا ابيض يا اسود انعرفت الشغله، فلا يغشوكم الحسابات. بدهم عم يفوتوا بحسابات انه على اساس انه حسابات انه لاشخاص علويين ومن قلب الساحل، وانه هن ما رضيانين على هالمجلس هذا. فانتبهوا لهالشغله هي، واسمعوا الصياح من تاني جهه. يعطيكم العافيه.